عايزة طريقة الفايش البلدي أو الصعيدي اللي ما يستغناش عنه أي بيت في الصعيد، ويكون ناجح ومضمون معاكي وتطلعي أحلى فايش. النهاردة جمعتلك طريقة عمل الفايش وطريقة عمل الخميرة في فيديو واحد. يلا نبتدي الفيديو ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معايا هنا فول مدشوش، أنا بطحنه وبحوله لدقيق وبحلله بمصفى سلك، وفي ناس بتعمله بالعدس وفي ناس بتعمله بالحمص وفي ناس بتعمله بالسمسم. النهاردة عملناه بالفول المدشوش. ويكون معايا لبن بيغلي، معايا برطمان ازاز. قسمت نص كمية الفول وحطيت نصها في البرطمان. بجيب اللبن اللي بيغلي وبصب على الفول اللي حطيته في قعر البرطمان. بصب حوالي كوباية من اللبن، ولازم اللبن يكون بيغلي. بجيب الكمية اللي باقية من الفول وبوزعها على اللبن. انا هنا مستخدمة حوالي 4 معالق من الفول المدشوش. حطيت 2 في قعر البطرمان و2 حطيتهم من فوق اللبن. بغطي البطرمان اللي معايا وبلفه في ورق ألمونيوم او في كيس. لو ما عندكيش ورق الألمونيوم ممكن تلفيه في كذا شنطة. من أسرار نجاح الخميرة لازم الخميرة تكون دافية أو تفضل سخنة علشان الخميرة تكون ناجحة معاكي. بلفها كمان في فوطة وبحطها في مكان دافي وبسيبها حوالي يوم بليلة، وتكون في مكان دافي علشان الخميرة تكون ناجحة معاكي. هنا الخميرة بعد ما سبتها يوم كامل ما شاء الله خميرة ناجحة معانا، وتقدري تستخدميها وانت مطمنة. بتعرفي الخميرة ناجحة معاكي ازاي؟ بتعزل اللبن لوحده والمية لوحدها. اما لو لقيتيها لبن زي ما هي ما تقدريش بالشكل ده تقدري تستخدميها في عمل الفاش. تستخدميها في حالة واحدة بس، لو لقيتيها عملت زي الزبادي، اللبن اتجمد لوحده والمية لوحدها. بجيب مية دافية، ولازم المية تكون دافية لو الجو حر. اما لو الجو شتاء المية تكون سخنة بحيث ايدك تستحملها. بضيف الخميرة، خميرة الفول، وبقلب الدقيق مع الخميرة علشان نفك اي تكتلات في الخميرة. تفضلي تقلبي، ولو الخميرة احتاجت لدقيق تاني بتضيفي دقيق. انا عايزة العجينة اللي معايا تكون لا هي سايلة ولا متماسكة، تكون عجينة عاملة زي عجينة الكيكة، بتصبيها زي الكيكة. تفضلي تقلبي، ولو احتاجت دقيق تاني بتضيفي لها دقيق. بعد ما عجنتي الخميرة
فكيتي اي تكتلات في الخميرة او في الدقيق، بنضيف دقيق فوق الخميرة وبنوزعه فوق الخميرة وبنغطيها وبنسيبها في مكان دافي لحد ما يتضاعف حجمها. ما شاء الله زي ما انت شايفة معايا هنا الخميرة اتضاعف حجمها وزادت معايا بالشكل ده. شايفين الفقاعات اللي معايا في الخميرة، ده نتيجة تفاعل الخميرة. تقدري بالشكل ده تستخدمي الخميرة في عمل الفاش وانت مطمنة. بنجهز السمنة واللبن. انا مسخنة السمنة واللبن. لو الجو حر بيكون اللبن والسمنة دافيين، اما لو الجو شتاء بيكونوا سخنين بحيث ايدك تستحملها. بضيف معلقتين ملح ومعلقتين كركم على اللبن وبقلب كله مع بعض. لو عايزة الفايش يكون اصفر معاكي بتزودي الكركم. معايا 2 كيس بيكنج باودر بتضيفيهم على الدقيق. البيكنج باودر ما شاء الله بيخلي الفايش جميل معاكي ودايب. بضيف اللبن للدقيق وبقلب كله مع بعض وبضيف الخميرة وبقلب كله مع بعض. تفضلي تعجني لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها. بنضيف السمنة وبقلب كله مع بعض وبفضل اعجن في الفايش لحد ما احصل على عجينة طرية وما بتلزقش في الايد. لازم تعجني الفايش كويس علشان يطلع جميل معاكي لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعضها وتحصلي على عجينة تكون طرية وما تلزقش في الايد. بضيف في الاخر كمية من السمنة على العجينة من فوق وبغطيها وبسيبها في مكان دافي لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها. ما شاء الله انا هنا شلت الصينية اللي كنت مغطية بيها العجين وزي ما انتوا شايفين معايا ما شاء الله حجمها اتضاعف. بهبط العجينة علشان نعرف نشكلها. بتشكليها زي ما انت عايزة. في ناس بتشكلها صوابع كده جنب بعضها. انا بشكلها بالطريقة دي علشان لما اجي اقطع الفايش يكون كله متساوي وشكله جميل. ليكوا حرية الاختيار تشكلي الفايش زي ما انت حابة. بنفرد الفايش في الصاج بالشكل ده. بنفرده بسمنة من فوق. بتشكلي الكمية اللي معاكي كلها وبتحطيها في مكان دافي لحد ما تختمر ويتضاعف حجمها. هنا الفايش اللي معانا بعد ما اتضاعف حجمه واختمر معانا بتكون مشغلة الفرن ومجهزة الفرن وتخبزي اللي اختمر معاكي على طول. ما تسيبيش الفاش يختمر زيادة عن اللزوم معاكي علشان ما يهبطش منك بعد كده، لان اي عجين بيختمر بزيادة او بتسيبيه فترة بيجي يهبط معاكي بعد كده. فمجرد الفاش ما يختمر معاكي بتخبزيه في الفرن. انا هنا حطيته في الرف اللي في النص في فرن البوتاجاز وشغلت الفرن والشواية. تفضلي
تحركي في الصيجان يمين وشمال لحد ما كله ياخد لون واحد. وتظبطي حرارة الفرن بتاعتك على حسب ما انت متعودة عليها. ما شاء الله زي ما انت شايفة معايا هنا الفايش استوى معايا وكله اخد لون واحد، وده علشان الخميرة كانت ناجحة معانا وكانت جميلة، والفايش طري جدا ما شاء الله. طبعا بتسيبي الفايش يوم كامل او بتبيتيه لتاني يوم وبتغطيه بعد ما يبرد تماما علشان ما ينشفش معاكي. بنقطعه تاني يوم علشان يكون سهل في التقطيع ويتقطع معاكي بكل سهولة. هنا ده الفايش بعد ما سبته ليلة، وبتغطيه لو سبتيه علشان ما ينشفش معاكي ويتقطع معاكي بكل سهولة. زي ما انت شايفة معايا الفايش مستوي من فوق ومن تحت ما شاء الله وكله اخد لون واحد. بتقطعيه بالشكل ده على حسب ما انت حابة، كبير او صغير. بتقطعي الكمية اللي معاكي وبعدين بترصيها في الصاج، وبتدخليها الفرن على نار متوسطة لحد ما الفايش ياخد لون واحد كله من فوق ومن تحت. ما شاء الله فايش جميل معانا وعامل زي الكيكة. بنفرد الفايش في الصاج وبندخله الفرن على نار متوسطة. طبعا مفيش اي بيت في الصعيد بيستغنى عن الفايش، وبالذات في الشتاء مع كوباية لبن بشاي. هندخل السجان الفرن وبنسيبه كده على نار متوسطة لحد ما الفايش ياخد لون واحد من تحت ومن فوق. هنا الفايش معانا بعد ما طلعناه من الفرن. طبعا كله اخد لون واحد زي ما انت شايفة معايا في الفيديو. هتمشي على نفس الخطوات اللي قلناها في الفيديو وهتعملي احلى فايش. طبعا الفايش الصعيدي او البلدي بيختلف عن فايش الافران. فايش الافران بيتعمل بخميرة فورية بس، لكن الفايش اللي معانا هنا بتعمليه بالخميرة البلدي الاصلية زي ما عملناها، وبتضيفيله المكونات اللي ضفناها من اللبن والسمنة. ولو عايزة تزودي الكركم علشان الفايش يكون اصفر معاكي بتزودي الكركم على حسب ما انت حابة. ده كان فيديو النهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بننزله على القناة. وفي حفظ الله ورعايته.